اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم اجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأستودعك أهل القدس وأهل كل فلسطين. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض معجون لكل أغراض النظافة بمكونين 2 بس، حاجة كده وهمية. هنستخدمه في غسيل المواعين، غسيل الملابس، مسح الأرضيات، تنظيف التويليت، كل حاجة في البيت. حاجة كده زي ما تقولوا 10 في 1. لو أول مرة بتشوفوني، معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. كل اللي هنحتاجه صابونتين من اللي احنا عاملينهم في البيت من بواقي الزيت المستعمل. في على القناة أكتر من 15 أو 20 فيديو لطريقة عمل الصابون من الزيت المستعمل. فاكرين الصابونة دي اللي كنا عاملينها من معجون السنان، وقلنا ان معجون الأسنان حلو قوي قوي في تنظيف الإزاز، الألمونيوم، الأحواض بتاعة التويلت. يعني معجون السنان بيدينا مستوى مختلف من النظافة. والصابونة دي كنا عاملينها من الكلور والبرسيل البودر بتاع الغسالات العادية. الصابونتين دول عدى عليهم حوالي اكتر من 20 يوم، يعني واحدة فيهم عدى عليها 20 يوم والتانية عدى عليها حوالي اسبوعين. هنبشر الصابون بتاعنا، وعايزه اقول لكم ان هو كل ما بيتصلب اكتر وبيعدي عليه وقت اطول بيكون سهل جدا جدا معانا في البشر، بحيث ان هو بينزل بودر ما بينزلش طري. والمفروض ان احنا قايلين ان الصابونه ما ينفعش نستخدمها قبل مرور اسبوعين علشان تدينا نتيجه كويسه، وكل ما هتقعد اكتر كل ما هتدينا نتيجه افضل. بشرت الصابونتين في المبشرة على أنعم حاجة، وبلاش تقطعيها بالسكينة علشان خاطر هتاخد معاكي وقت طويل علشان تبوش. لكن طبعا كل ما تكون مبشورة أنعم كل ما هتبوش معانا أسرع. أنا مش عايزة أخد وقت علشان يعني أدوب الصابونة، ومش عايزة برضو أخد مجهود كتير. بصوا، نازله معايا بودر خالص، والشكل اللي انتوا شايفينه ده ينفع ان احنا ناخد منه الكوب المعياري بتاعنا ونحط في الغساله على انه مسحوق بودر. طبعا تقدري تحطي له كيس اوكسي اللي هو مثلا ب 10 جنيه، او حتى المسحوق السايب اللي بيتباع عند بتاع المنظفات. وهنزل دلوقتي بالمكون الاول معايا، وهو الدنكار او التنكار او ملح المش. وقلت لكم ان هو حقيقي حاجه كده جباره في النظافه. هو بيستخدم في كل مساحيق الغسيل الجاهزه اللي احنا بنجيبها. والدنكار اصلا هو ماده حافظه، يعني هما بيستخدموه لحفظ المش، عشان كده هو اسمه ملح المش. وبيستخدموه لحفظ الرز علشان ما يبقاش فيه تسوس مثلا او حشرات او كده. وكمان قدماء المصريين كانوا بيحفظوا بيه الموتى. ولو هندخله في الاكل فهو بيستخدم بنسبة بسيطة جدا جدا جدا، يعني 2/10 لكل لتر او لكل كيلو من المادة الغذائية. فلو انت هتستخدميه علشان تحفظي بيه حاجة، يستخدم زي ما قلت لك بالنسبة البسيطة اللي انا قلت لك عليها. دلوقتي انا نزلت بلتر من المية السخنة، هي سخنة لدرجة الغليان. اول ما بنزل على الصابون، بما انه هو بودر معايا خالص ما بياخدش وقت، بلاش تستخدمي هاند بلندر علشان خاطر الصابون بتاعنا هيتقل قوي دلوقتي، وده ممكن يكون فيه خطورة على الموتور بتاع الهاند بلندر، يعني لا قدر الله ممكن يتحرق معانا. فاحنا نستخدم المضرب اليدوي بتاعنا او المعلقه او اللي هي السباتشولا اللي انتوا شايفينها دي، علشان زي ما قلت لكم بما انه باودر مش هياخد معانا وقت، ومش مستاهل انك تاخديه وتروحي على البوتاجاز وتولعي بقى نار وكده. فاحنا هنكتفي بان احنا نحط الميه المغليه. دلوقتي نزلنا بلتر من الميه الساقعه او الميه العاديه اللي هي من الحنفيه. طول ما الميه سخنه في المنظفات بتاعتي القوام بتاعي هيكون قوام وهمي. فعايز احكم على القوام الحقيقي حاجتين: ميه عاديه من الحنفيه بدرجه حراره الغرفه، ومحلول ميه بملح. هما دول اللي بيدوني القوام الحقيقي. محلول الميه بالملح بيزود اللزوجه والشفافيه وبيطهر الصابون، وكمان بيديني القوام الحقيقي. يعني حتى لو انا بعمل صابون وخف معايا هحط محلول ميه بملح، بس ملح بنسبه بسيطه لانه لو كتر بيفصل رغوه الصابون. فانا دلوقتي الاول نزلت بلتر ميه مغليه، وبعدين نزلت بلتر تاني من الميه العاديه، نزلت بلتر تالت من الميه العاديه. الميه مش هقدر اقول لك حطي قد ايه. يعني دلوقتي هلاقي حد داخل بيقول لي ممكن تكتبي المقادير. ما هو انا حاطه صابونتين، والصابونتين منهم واحده حوالي 250 جرام. فانت لو هتشتغلي اشتغلي بصابونه واحده بس، وبناء عليه مش هتحطي كميه الميه اللي انا حطاها. فانت بما انك هتعملي معجون حطي كميه ميه قليله علشان خاطر ما يخفش معاكي ويبقى صابون سائل. انا النهارده ما بعملش صابون سائل. بصوا الشفافيه بتاعته عامله ازاي.
طيب يا اميره، مش دي وصفه الصابون السائل؟ بس الفكره ان انا خلاص بقى عندي جراكن شويه شويه هتطلع من البلكونه من كتر المنظفات اللي انا عاملاها. فانا عامله معجون خام بحيث ان انا ما اخدش مكان، وكمان استخدمه لكل حاجه في تنظيف البيت. معلقه واحده من الملح هرميه زي ما قلت لكم بيطهر الصابون، بيديني لزوجه وشفافيه، مع انه والله هو الصابون ما كانش محتاج اي شفافيه خالص. عايزاكم بس تركزوا معايا شويه في القوام. بصوا اول ما نزلت بمحلول الملح هتلاقوا القوام اتضاعف معانا. يعني لو هو تقيل بس هيبقى تقيل قوي، ولو تقيل قوي هيبقى تقيل قوي قوي قوي. فالمحلول المية بالملح بيتقل قوي القوام بتاع الصابون. ولكن خدي بالك، باكد عليكي تاني وتالت ان الملح لو زاد بيقلل جدا من رغوة الصابون، وممكن كمان يفصل الصابون معانا. واللون الفاتح والشفاف ده نتيجة استخدام الكلور في الصابون الصلب. قلنا الكلور بيفتح لون الزيت وبيخليه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وكمان بيضيع اي ريحة زرنخة. البطل معايا التاني في الوصفة هو جنرال. الجنرال ناس كتير قوي سألتني وقالت لي هو بنستخدمه في ايه؟ احنا بنستخدمه في كل حاجة في البيت ليها علاقة بالنظافة. انا هحاول اقرب لكم. يعني بصوا، هو مكتوب منظف متعدد الاغراض لكل استخدامات النظافة. مش عارفة بقى انتوا هتشوفوا معايا كده ولا لأ. هو مكتوب البقع الصعبة او البقع العنيدة هنستعمله فوق اسفنجة، وبعدين هنشطف بالمية. ده بالنسبة للاستعمال العادي. لو انت مثلا هتمسحي الارض هتاخدي منه غطا واحد بس على 5 لتر. متخيلين 5 لتر مية؟ متخيلين قوة الجنرال ده قد ايه، او الفعالية بتاعته قد ايه؟ اللي كانت قالت لي عليه متابعتي الجميلة منال، زي ما قلت لكم هي اللي عرفتني بيه. انا كنت بشوفه في الماركت بس بصراحة ما كنتش بفكر ان انا اجيبه. ولكن قالت لي ايه بقى؟ الملابس. بصوا بقى النصيحة دي حلوة قوي قوي. احيانا لما بنركن الملابس من السنة للسنة بنيجي نطلعها بنلاقي فيها البقع الصفراء اللي هي بتبقى صعبة قوي ان هي تتشال بالمسحوق العادي وحتى الصابون والكلام ده. فهي قالت لي انا بجيب مثلا زي معلقه كبيره كده واحطها على البقعه دي، معلقه من الجنرال واحطها على البقعه دي واركنها مثلا ساعتين 3 وبعدين بغسلها، ما بلاقيش اي اثر للبقعه الصفرة دي. فهو حقيقي مسحوق قوي جدا، تقدري تاخدي منه وتمسحي ارضيات. تقدري، الحرام نغسل بيه مواعين، هو حلو قوي قوي فحرام نغسل بيه مواعين. ممكن نحطه كاضافه ما يبقاش هو الاساسي. انا اخدت منه النهارده في المعجون بتاعي يعني كوبايه الا ربع تقريبا. الازازه اللي انتوا شفتوها دي سعرها في السوبر ماركت حوالي 27 من 27 ل 30 جنيه. طيب اخدت كوبايه وحطيتها على المعجون بتاعي. يبقى المعجون بتاعي النهارده فيه مكونين حلوين قوي قوي في النظافه. ايه هما؟ الدنكار او ملح المش او التنكار، بيتباع عند اي عطار. يا دوبك هاتي كده مثلا حبه ب10 جنيه، و نص كوبايه او كوبايه الا ربع من منظف الجنرال. قعدنا بقى نتكلم عن المعجون بتاعنا ونسينا العشق بقى يا جماعه، الالوان المايكا بتاعتنا. طبعا انا بحطها عشان التصوير بس، هي ما بتعملش اي حاجه خالص. يعني هي دورها الوحيد في الوصفه بس ان هي بتديني لون حلو. لو انتوا زي من عاشقين عمل المنظفات هتلاقوا ان انتوا زي ما يكون فنان وبيرسم لوحه. يعني موضوع الالوان وانتي بتعملي الصابون بتاعك، صدقيني والله هتحسي بمتعه. يمكن عاشقين عمل المنظفات هم اللي هيفهموا كلامي. انا النهارده ما تكلفتش اي حاجه. يمكن الازازه اللي انا جبتها، انا قلت لكم قبل كده لما بشتري منظفات جاهزه ببقى علشان احطها كاضافه، لكن انا ما بجيبش منظفات علشان استعملها لان اسعارها دلوقتي بقت خياليه. المعجون ده هنعمل بيه ايه يا اميره؟ المعجون ده هناخد منه معلقه وهنحطها في العلبه اللي هنغسل منها المواعين، معلقه واحده بس، وهتشوف الرغوه بتاعته وهنعمل اختبار الرغوه في اخر الفيديو. هاخد منه معلقه، لو اي بقعه عنيده هحطها كده على البقعه وهقفلها مثلا، يعني دعكه دعكه، وهقفل كده على البقعه حوالي مثلا ساعة او ساعتين وحركنها. اقدر اخد منه معلقة واخلطها بالمسحوق بتاعي ايا كان بودر او جل، واحطه في الغسالة اغسل بيه غسيل يدوي. اقدر اخد معلقة واحطه على مية المسح بتاع الارضيات. اقدر اخد منه معلقة وانضف، يعني احطها على المية وانضف التويلت. هو معجون متعدد الاغراض والاستخدامات لكل اغراض النظافة اللي موجودة في البيت. لما انا سبته مثلا 3-4 ساعات بصوا تقل اكتر واكتر. وانا زي ما قلت لكم ده مش هيحتاج معايا مساحه كبيره في التخزين. بجيب علبه ولازم احطه في علبه ليها غطا، علشان ده لو قعد معايا بالشكل ده من غير ما اغطيه هبص الاقي بعد مثلا 4-5 ايام وشه بقى بدأ ان هو يشقق. وطبعا انتوا عارفين التراب عندنا في مصر عامل ازاي، فهتبص تلاقوا اتوسخ معايا. وتخيلوا بقى ان الصابون اللي احنا هننضف بيه متوسخ.
طيب هنجاوب بقى على اهم الاسئله اللي هتجيلي بخصوص المعجون ده. مده صلاحيته قد ايه؟ يقعد معانا قد ايه؟ احنا حاطين النهارده ماده حافظه الا وهي الدنكار، فده ممكن يقعد معايا لحد 5-6 شهور، مفيش اي مشكله خالص. طيب السؤال اللي انا متاكده ان هو هيجيلي، هو احنا ينفع نعمل الوصفه دي بصابون بشره؟ ما ينفعش خالص باي شكل من الاشكال نعملها بصابون بشره. صابون البشره يا جماعه والله العظيم 3، المعلومه دي بقولها في كل فيديو كل فيديو. صابون البشره لما انتي بتدوبيه وتحطي عليه ميه مغليه، هتيجي بعد نص ساعه او ساعه وهتبصي تلاقي بقى كتله واحده، عشان هو بيكون في شمع المكرونه اللي بيخليه يتقل ويكتل معايا، فاضطر اخفه بميه فهيتقل تاني، فهضطر احط ميه تاني فهيتقل تالت. كتر الميه اللي انا بحطها دي بتفصل الرغوه بتاعته. الكلام ده ينطبق على الشاور، ينطبق على الصابون السائل، ينطبق على المعجون. اي وصفه هتتعمل بصابون بشره ست مش هتنفع معايا. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى بلايك حلو كده زيكم واشتراك في القناة، وتجرأوا يا جماعة واعملوا الصابون واسألوني في اي حاجة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.